بيبدأ الفيلم مع الشيخة أرواح اللي بتعرف اللي جاي واللي راح، وهي قاعدة مع بنت تلاتينية بائسة اسمها إفسون، وبتقول لها الشيخة أرواح إنها هتتجوز السنة دي وهتلاقي ابن الحلال اللي هتقوله يا أستاذ واللي هتلبسه على راسها. ومامة إفسون بتقول للشيخة أرواح بتتكلمي بجد والنبي؟ يعني هنخلص منها خلاص ونشوفها في بيت العدل؟ فبتقول لها العرافة هو أنا مش مالية عينك ولا إيه؟ إيش حال ما أنا صارفة ومكلفة وقربت أطلع لكم عفريت من بقي. وإفسون بتسيب لهم القعدة وبتقوم وبتقول لنا إن العيلة عندها كلها اتجوزت ما عدا هي والمروحة اللي بره دي، وهنا في البلد بتاعتنا الواحدة بيتبصلها إنها متجوزة ولا لأ، وخلفت عيال زنانة ولا لسه، ويا ترى بتحضر لهم اللانش بوكس بجبنة ولا ببانيه وبرجر، لأن غير كده هتبقى ست فاشلة يعني. مش في تركيا عندك بس يا إفسون يا حبيبتي والله. المهم بنشوفها بعد كده وهي قاعدة بتقرا كتاب في أوضتها، وبتدخل جدتها عليها وبتقول لها هو أنت هتفضلي عايشة كده في دور المرأة المثقفة؟ أنت عايزة تتجوزي واحد من معرض الكتاب ولا إيه يا بنت أنت؟ فبتقول لها إفسون يا تيتا ما أنت اتجوزتي جده وعرفنا إن هو طلع عينك واتطلقتي منه. فبتقول لها جدتها اخرسي يا بنتي قلة الأدب، على الأقل يا حبيبتي أنا اتجوزت، وبعدين انت لازم تغيري من نفسك كده شويه وتحطي 15 طبقه مكياج علشان تبقي ماشيه على الترند، والهايلايتر اهم حاجه الهايلايتر عشان تلعلطي كده وتنوري. بعد كده بنشوف إفسون وهي في محطه الاتوبيس، وبيجي واحد اسمه تيمور بيكون واضح كده انه لسه متعرف عليها جديد، وإفسون بتقول لنا اهو اي راجل وخلاص خلينا نخلص من زن الاهالي علينا. وبيركبوا مع بعض الاتوبيس وبيقول لها معلش يا حبيبتي ممكن تدفعي لي علشان نسيت المحفظه في البيت يعني. فبتقول إفسون عارفاها انا الحركات بتاعت اقسم بالله انا مش شحات ومحفظتي وقعت مني، بس ماشي خلينا نخلص برضو. وبيروحوا يقعدوا مع بعض في مطعم، لكن بيكون في ماتش شغال في التلفزيون، وبيفضل تيمور مركز مع الماتش ولا كأن في جراب موبايل قاعد معاه اصلا. ولما بتطلب من الويتر يجيب لها عصير بيتضايق تيمور وبيتخن صوته وبيقول لها انت بتطلبي وانا قاعد ولا ايه؟ اتجننتي انت يا ابني؟ هات لي الانيس عصير هنا. ما خلاص بقى يا تيمور ده انت راجل جدا. وساعتها بتقرر إفسون انها تخلع وبتقول له اتفرج انت على الماتش ويبقى خلي الحكم يجي يحاسب لك. بعدها بترجع البيت وبتلاقي العيلة كلها متجمعة عندها، وده بسبب مروة بنت خالتها اللي جاي لها عريس اسمه مراد، شاب ايه بقى طول بعرض وغني وفيه كل الكماليات اللي اي واحدة تتمناها واللي تغيظ بيها بنات عمامها وبنات خالاتها يعني. وإفسون طبعا بتنفسن وبتقول ازاي مروة العيلة دي اللي عندها 20 سنة تتخطب وانا اللي عندي 30 سنة محدش عبرني، بس بتضطر تقول لها مبروك يا ميرو يا حبيبتي يكشي تطفحيه. وهنا بتفتح الباب لأورسين وتورسين وبتقولي انهم اخر السناجل البائسين في عيلتهم قبلها، وبعدها بتطلع تنام في اوضتها علشان تخلص من الجو بقى بتاع عقبالك يا حبيبتي ويا رب نفرح بعيالك وانت صوتك جاي باخر الشارع كده منهم. المهم تاني يوم بنشوف إفسون وهي رايحة مع كل ستات العيلة عند الكوافير علشان يروقوا على نفسهم بقى ويستعدوا للعريس اللي جاي يتقدم لمروة يوم الجمعة اللي جاية ده. وفعلا بيتحولوا كلهم، وبيجي يوم الجمعة وبنشوف العريس مراد وهو جاي مع عيلته علشان يتقدموا. ولما بيجي مراد يا عيني يشرب القهوة بيفضل يكح وبيكون هيموت فيها. وساعتها مروة بتسألها بت انت حطيتي ايه في القهوة يا بت؟ فبتقول لها فلفل احمر علشان اعرف هو بيحبني وهيشرب القهوه وهو ساكت ولا هيفضل يعيط زي العيله الصغيره. ولما ام مراد بتسمع اللي مروه عملته في مراد بتقولها يخرب بيتك ابني عنده حساسيه من الفلفل الاحمر وممكن يموت. وهوب بيطلبوا عربيه الاسعاف، لكن مروه واهلها مش بيفوتوا لحظه زي دي وبيتصوروا مع العريس سيلفي الخطوبه وهو على السرير المتحرك وطالع بعربيه الاسعاف وبيلبسوا الدبل. وبتقول لهم مروه يلا كله يقول مريض وبياخدوا الصوره عادي جدا. بعدها بنشوف إفسون وهي بتستعد علشان تخرج مع اختها وبنت خالتها، وبتبقى واحده تانية خالص فستان بقى وميك اب وحاجه اخر شخلعه، وبتعرف ان هم مخرجينها مع 2 شباب ورايحين يسهروا في ديسكو كده وحاجه مسخره ملناش دعوه بيها، لكنها بتقول لنفسها مش مشكله اديني بغير جو بدل حياه موظفين الشهر العقاري اللي انا عايشاها دي، وطالما الموضوع ان بابليك ومفيش فيلينج يبقى سو وات. وهناك بتقول لهم انها مش بتشرب شويبس اناناس، هي عايزه تشرب اي حاجه فيها صودا، لكنهم بيفضلوا يتريقوا عليها اللي هو الصودا ايه يا حبيبتي هو انت واكله كبده ولا ايه؟ اكيد ماما هتزعق لها بقى سيبوها يا جماعه. وإفسون بتتضايق وبتقوم تشرب كل الشويبس اللي في المكان تقريبا، ومره واحده بتقوم تغني وترقص زي الهبله وبتروح تقعد مع واحد ما تعرفوش وتتصور معاه وحاجه كده اخر قله ادب يعني، لحد ما بتشوف واحد من بعيد وبتقول ان ده يبقى سنان اللي كانت بتحبه من 14 سنه لما كانت في ثانوي، ومن بعد ما خلصوا ثانوي ما شافتهوش تاني. وبيقرب عليها سنان لكنها بتقع بسبب اللي هي
مخربده. وتاني يوم بتقوم من النوم وبتكون مش عارفه ولا فاكره ايه اللي حصل امبارح، وبتتفاجئ بسنان عندها في البيت وقاعد مع مامتها وجدتها، وعلى طول بتستخبى وبتقول لاختها ايه اللي انتوا بتعملوه ده، محدش قال لي ليه بدل ما انا خارجه بلبس الالعاب ده. وساعتها مامتها بتنادي عليها وبتقول لها مش تيجي تسلمي على سنان زميلك، ده كان وحشني جدا، انا ما شفتوش من ايام ما كنتوا مع بعض في المدرسه. وإفسون بتقعد وهي محرجه جدا وبتقول له ايه اللي حصل امبارح؟ فقال لها ابدا، حاجه بسيطه، انت بس فضلتي ترجعي اول ما شفتيني وانا قلقت عليكي وقررت اجيبك على البيت، وجاي دلوقتي علشان اطمن انت كويسه ولا لا. فبترشق مامتها وبتقول له طب بالمناسبه دي بقى يا سنان يا ابني، انت تيجي تتغدى معانا بكره وش؟ فبيقول لها والله يا طنط، ده انا وحشني الاكل بتاعك قوي. فبتقول له اسكت، مش إفسون دلوقتي بتعمل اكل احسن من الشيف شربيني نفسه، وهي اللي هتعملك الاكل بنفسها بكره. فبيتحمس قوي وبيوافق وبيقوم يمشي. وزي اي ام اصيله لما بتيجي إفسون تدخل المطبخ بتقول لها مامتها خدي هنا يا اختي، انت صدقتي ولا ايه؟ هو انت بتعرفي تعملي سندوتش جبنه؟ فبتقول لها لا يا ماما بصراحه، بس انا اتحمست قوي من اللي انت قلتيه. فقالت لها تنيلي، اطلعي بره وانا وابوكي اللي هنعمل الاكل. وبترجع إفسون على اوضتها وبتطلع الصندوق بتاعها وبتفضل تبص على صورها القديمه مع سنان وتفتكر ذكرياتهم مع بعض. وفعلا تاني يوم بيجي يتغدى معاهم وبيعجب بالاكل وبيسال إفسون السؤال الرخم عملتي الاكل ازاي، اما ان مفيش راجل بيسال كده اصلا. المهم بتقول له انا عملته على طريقتي الخاصه جدا، وبتفضل تلخبط في الكلام وابوها بيشاور لها وهي مش فاهمه اي حاجه، لحد ما ابوها بيتدخل وبيقول لسنان لا ما هو ده سر من اسرار ستات العيله عندنا وما ينفعش نقوله لاي حد. وبيفضلوا يضحكوا كلهم والموقف بيعدي على كده. بعدها بتقعد جدة إفسون معاها وبتقول لها بصي يا بنتي، خدي بقى الخبرة، الستات عاملين زي العصافير، في منهم نوعين، نوع في الإيد ونوع على الشجرة، والراجل دايما عايز اللي على الشجرة، لكن لو حس إنك في إيديه هيرميكي ويشوف عصفورة تانية. فبتقول لها خلاص فهمت، أنا أول ما أشوفه هصوصو على طول. فبتقول لها جدتها لا، انا اقصد ان انت ما تدلوش اي حاجه يطلبها منك، وخليكي تقيله كده، ولو حاول يقولك do you love me اديله بالقلم. وفعلا إفسون بتسمع الكلام وبتروح الشغل تقول لاصحابها على اللي حصل، وبيقولوا لها تعمل اكاونت على فيسبوك وتستنى هو اللي يبعت لها اد الاول. ولما بيتصل بيها وهي معاهم بيقولوا لها اوعي تردي على طول، اتقلي كده شويه. وإفسون بتفضل تتقل لحد ما المكالمه بتخلص، وبعدها بتكون متضايقه انها ما ردتش وهو كده ممكن يزعل منها، لكنها لما بتخرج من الشغل بتلاقيه واقف مستني بعربيته وبيعرض عليها يوصلها. ولما بيوصلها عند البيت بيقول لها انه مستمتع بالمشوار ده جدا، وبيطلب منها تفضي نفسها يوم الجمعة علشان يخرجوا مع بعض. واول ما بيقرب منها بيتفاجئ بشوز اترمت عليه من فوق، وبتقول له إفسون دي حركات عيلتي انا عارفاها كويس. وبتاخد فردة الشوز دي وبتطلع فوق وبتقول لهم مين اللي رمى الفردة دي؟ فبتقول لها جدتها مش انا قلتلك ما تدلوش حاجة، وخليكي عصفورة على الشجرة وما تبقيش كلبة بلدي تروحي مع اي حد معدي. فبتقول لها إفسون انا اسفة يا تيتا والله ومش هعمل كده تاني. وبتعرفها ان سنان عرض عليها يخرجوا يوم الجمعة اللي جاية يتغدوا ويروحوا سينما مع بعض. ولما بتنام إفسون بتفضل شايفة نفسها في حلم مع سنان وهم في زمن قديم، لكنها بتفصل بسبب اتصال من تيمور، وبتصحى ترد عليه وبتقول له بص انا بحلم حلم حلو دلوقتي، ممكن ما تتصلش بيا تاني وتسيبني اكمل الحلم. فبترجع تكمل الحلم تاني عادي جدا كانها كانت جايباه من على يوتيوب يعني. المهم بعد كده بتبقى فرحانه قوي وهي داخله شغلها، لكن لان المنحوس منحوس بتتزحلق وبتقع على الارض. ولما بترجع البيت بتقول انها مش قادره تخرج مع سنان النهارده، لكن كل العيله الحيزبونه بتبقى جنبها وبتقول لها ما ينفعش تفوتي خروجه زي دي يا هبله، دي هتقربك منه. ولما بيخرجوا بتقعد معاها خالتها وبتقول لها بصي يا بنتي انا عايزه انصحك. فبتقول لها إفسون والنبي يا خالته خليكي في نفسك. فبتقول لها خالتها عموما انت حره، اديكي شايفه بنتي مروه لما سمعت الكلام اهي بتتجوز اهي. فبتقول لها إفسون لا اذا كان كده معاكي حق، كملي. وساعتها خالتها بتقول لها انت لازم يبقى ليكي موقف معاه، يعني الحاجه اللي بتتناقشوا فيها في 20 ثانيه خليها انت ساعتين علشان يحس كده انك عميقه ومش كلمه توديكي وكلمه تجيبك. ولازم تفتشي في الموبايل بتاعه وتعرفي كل حاجه عنه عشان الرجاله ملهاش امان معروفه. واهم حاجه التكشيره، لازم تبقي عارفه امتى تكشري التكشيره اللي تجيب له صرع وامتى تفكيها عليه. والحاجه اللي بعد كده انك لما تحبي تفكي اتعاملي معاه واستهبلي عادي ولا كأن في اي خناقه حصلت.
وبعد شوية بنشوفها وهي مع سنان في المطعم وهم بيتغدوا، وفجأة بتظهر سيلين حبيبته القديمة، وإفسون في الأول بتغير وكانت هتديله واحدة، ما هي الأباجورة اللي معاك مش مالية عينك، لكنها بعد كده بتعقل وبتقول إنها لابسة دبلة في إيدها الشمال، يعني أكيد متجوزة. وبعدها سيلين بتخلص كلام معاه وبتسلم عليهم هما الاتنين وبتمشي، وبعد ما بيخلصوا أكل بيروحوا سينما، وقبل ما الفيلم يبدأ بيكونوا قاعدين يشربوا مشروب، وسنان بيستأذن إن هو يروح الحمام، وأول ما بيقوم بتطبق إفسون كلام خالتها وبتمسك الموبايل بتاعه تفتش فيه، لكنها بومة والموبايل بيقع منها في المشروب. ولما بيجي من الحمام بيقول لها ايه ده، ايه اللي جاب موبايلي هنا؟ فبتستهبل وبتنادي على الويتر وبتقول له انتوا يا علم يلي هنا، ينفع نلاقي تليفون في المشروب كده؟ دي معامله يعني؟ قوي سنان بيضحك وبيعدي الموقف وما بيرضاش يتكلم معاها. طيب قوي سنان ده. المهم بعدها بيكون فرح مروه قرب، وبتروح إفسون مع العيله علشان الباديكير والماسكات والحاجات اللي قبل الفرح دي، وبعد ما بيرجعوا بتلاقي العيله كلها قاعدين يرتبوا في المعازيم اللي جايين الفرح، او مين بقى هياكل ساندوتش الرومي ومين هياخد البانيه، واحنا لينا كام كرسي والعريس ليه كام كرسي والحاجات دي. وخالتها بتقول لها انت اكيد هتقعدي مع سنان بقى. فبتقول لها إفسون هو ايه اللي هيجيب سنان الفرح اصلا؟ فبتقول لها جدتها انا يا حبيبتي، انا اللي عزمته علشان يعرف ان ليكي عيله وعزوه كده، وهو بالمره يتعرف على العيله كلها احسن. وفي الوقت ده بتيجي رساله من سنان لإفسون انها تستعد علشان هيخرجوا وتكون لابسه لبس رياضي، وبالليل بيعدي عليها وبيوديها مدرستهم القديمه علشان يستعيدوا الذكريات بتاعتهم مع بعض، وهناك بيتسحبوا وبيدخلوا الصاله الرياضيه وبيلعبوا بينج بونج، والحارس بيسمع ان في حد في الصاله فبيجي وبينادي على اللي جوه، وهما بيستخبوا وهما مبسوطين وبيفضلوا يجروا من الحارس وهو يجري وراهم، وبيقولوا لبعض ان ده امتع يوم عاشوه من يوم ما سابوا المدرسه. وهي بتساله هيجي الفرح بتاع مروه ولا لا، فبيقول لها اكيد طبعا راشق يعني. وبعد شويه بنشوف الفرح بتاع مروه بقى، وبيجي سنان وبيقول لإفسون ان الفستان بتاعها مخليها حلوه جدا، وهو ما كانش متخيل انها بالفظاعه دي، وإفسون بتتكثف منه، مش عارفه بيقولوها بالثيه ليه بس تمام، وبتقول له ربنا يخليك يا اخويا. وبعدها بتيجي فقره طلي بالابيض والعريس والعروسه بيدخلوا، لكن فجاه العروسه بتسيب ايد العريس وبتسيب الفرح وبتجري عادي جدا، وطبعا العيله كلها بتجري وراها، والعريس بيروح علشان يفهم فيه ايه، وبتقول له مروه انت كنت وعدتني تكتب البيت باسمي، لكن انت خلفت وعدك وكسرت قلبي وانت كده كداب. فبيقول لها حبيبتي انت تأمري اكتب لك البيت باسمك، المهم الفرح ما يبصش. وفعلا بيرجعوا على الفرح تاني عادي جدا، وجدة إفسون بتقول لها شايفه البت الناصحه خليته يكتب لها البيت باسمها. اول مره اشوف حد اسمه مروه ناصح الحقيقه. المهم بيفضلوا كلهم يرقصوا ويتبسطوا لحد ما بتيجي فقره العروسه وهي بترمي البوكيه، وسنان بيتريق على الفقره الملزقه دي، وبيقول لإفسون لا انا مش هستحمل المنظر ده وهقوم اجيب حاجه اشربها. وبيقول لها انت هتروحي تقفي مع البنات دي ولا ايه؟ فبتقول له انا لا يمكن طبعا. وبعد ما سنان بيقوم بتقوم إفسون بكل حماس وبتجري تقف وسط البنات وبتخطف البوكيه وبتفضل تصرخ وتقول انا هتجوز قبلكوا وفي المشهد الشاعري ده بيدخل سنان وبيتضايق منها، مش فاهمه لك يا بابا عايز ايه؟ لا وبيسيب الفرح وبيمشي، وإفسون بتجري وراه وبتقول له هو في ايه اللي بيحصل؟ فبيقول لها انت مش البنت اللي انا اعرفها، انت واحده كل همها الجواز، حتى لو هتخلي منظرها وحش زي ما عملتي كده من شويه، ومش بعيد تكوني بتتعاملي معايا كل ده علشان انا بالنسبه لك مجرد عريس والسلام، لكن انت مش بتحبيني. بيسيبها ويمشي. والله كبرت الموضوع يا سنان. المهم إفسون بتخرج وراه وبتحاول تصلح الموقف، لكنه بيمشي وبيقول لها ما تبرريش اي حاجه لان البوكيه لسه في ايدك يا هانم لحد دلوقتي، هو ده دليل ان انت عايزه تتجوزي اي حد والسلام، مش عايزاني انا، لا ده انت تهربي من النوعيه السايكو دي يا إفسون يا اختي. المهم بعدها بترجع البيت وبتكون حزينه وبتقول ان سنان كان فرصتها الاخيره لانها كبرت خلاص ومفيش حد هيبص لها، لكن بنات العيله بيفضلوا يهدوها وبياخدوها يسهروا في مكان علشان تغير جو. ولما بترجع البيت وبتنام بتصحى تاني يوم على صوت مامتها وهي بتقول لها ان محمد ابن عم مراد جوز مروه عايز يخرجك تتعرفوا على بعض، وإفسون بتكون شايفه ان هو سخيف اصلا، لكنها بتضطر تخرج معاه في الاخر علشان ينزلوا من على ودنها يعني. ولما بيخرجوا بتقول له بص يا محمد عشان اريحك بس انا بحب واحد تاني. فبيقول لها ومين قالك ان انا عايزه اتعرف عليكي اصلا؟ ده اهلك اللي مرتبين كل حاجه وهم اللي خرجوني معاكي بالعافيه. فبتقول له انا كنت متاكده ان الحركه دي تيجي بينهم عادي جدا، عموما انا بحب سنان. وبتبدا تحكي له بقى إنها كانت تعرفه زمان من 14 سنة وإنها بتحبه وإنه كان بيبعت لها جوابات، ومحمد بيطلع حبوب قوي الصراحة، وبيقولها طب وقاعده ليه كده؟ ما تروحي تعترفي له بكل حاجه، ولو هو مقضيها تلميحات برشاطي عليه انت من سكات. وإفسون بتفكر في الكلام لما بتروح البيت وبتقرر انها تنفذه، وبتنزل من البيت جري وبتروح على بيت سنان
وبتفضل تخبط وتنادي عليه لكنه بيكون مش موجود، فبتقعد على السلم اللي قدام البيت لحد ما بيرجع من بره وبيتفاجئ إنها موجودة، وبيقول لها إنها ما فكرتش تحبه زي ما هو حبها، وهي كان هاممها الجواز علشان ترضي أهلها وتخلص من الزن بتاعهم مش أكتر، لكنها ما اختارتهوش هو كشخص، ولو ما كانش هو موجود كان زمانها بتحاول نفس المحاولات مع شخص تاني وبيسيبها ويمشي. لكن المرة دي بتقوله إنها مش هتسيبه يضيع من إيديها، وبتعرفه إن هي اللي بتجري وراه أصلا، وبتدخل معاه الأسانسير وبتقوله أنا بحبك وعايزة أتجوزك. وبيخلص الفيلم على كده، بس مش بتخلص القصة لأن لسه في جزء تاني هنعرف فيه اللي حصل معاهم وهل هيتجوزوا ولا لأ. والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بيها من الموال البامبي المسخسخ ده، بنات ما عدتوش تشاركوا فقرة رمي بوكيه الورد تاني، وخليكي كده يا بنت تقيلة علشان طلع في نوع مريض بيشوف انك لو شاركتي هتبقي مهزقة من الاخر. يعني ايه ده، انت مش عايزة المريض اصلا؟ بصراحة معاكي حق، اقعدي في بيت ابوك يا بنت اكرملك لحد ما يجيلك اللي يقدرك واللي كلمة جواز ما تجيبلوش حساسية. وشكرا يا فندم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك.